بالحرب بسبب فقدان الأكل طعام للقطط أنقذت عائلة بكاملها. نحن بموقع مبنى خشن التراثي اللي هو انبنى بال 1939، بناه المرحوم الحج محمد خشن هو الجد، توارثته الأجيال وصولا لمحمد وعلي وأحمد ووسيم ورولا. عاشوا فيه، بعدين الشباب تجوزوا وبقيت رولا لحالها بالبيت، هي وابنها والخمس قطط عندها. رولا رقيقة، إنسانية طيبة، بتحب تربية القطط. أثناء الحرب الحقيقة هي كانت بدها تبقى موجودة بصور، فانقطع أكل القطط، ما عادت تلاقي أكل للقطط، فاضطرت وخيا ألح عليها خيا علي إن هي تنزل على بيروت. فلهالسبب نزلت على بيروت بس كرمال تأمن الأكل للقطط. أما هو هيدا المبنى، هيدا من الروائع، كل أهل جبل عامل وصور بيعرفوه لأنه هي بشارع سينما حمراء اللي هو رقم 1 بمدينة صور. فقدوا البيت، فقدوا تراثهم، بيت جميل جدا بجنينة طابقين، كل محتوياته تراثية، هن بحبوا الانتيك. حتى زاد الطين بلي انه خي محمد بعت 400 لوحة من القرن ال19 بعتهم ليحطهم بالبيت، قيمتهم مليونين دولار. كمان مع الأسف الشديد تدمر البيت وراحوا اللوحات وراح البيت وبما فيه. نتيجة القصف دمر منزل المرحومة ام عباس السويدان ومنزل ام رضوان بزي ومنزل بحسون، وتضرر بشكل كبير جدا منزل ام حسين عطارة وبناية خلف، وتدمر مصلحة حمدته. وبالإضافة كمان الدمار كان ببناية برجي بطبابة القضاء، تحديدا طبابة قضاء صور. وبسبب الضربة زاروب خلف تحول لركام من أوله لآخره وصولا لشارع الدينية.